اخوان الاخوات للذكر بارك الله فيكم، جو بوست درنا حنا واحد الفيديو رقم 2 اللي عندنا في الصوره من الصغار، حيت الصوره من الصغار لقيتو فيها رقم 1 راه الفيديو الاول، من الصوره لقيتو فيها رقم 2 راه الفيديو الثاني، هذا راه الفيديو الثالث. جو بونس ما وصلكمش في ابرا الجرس، كنتمنى ان شاء الله تحاولوا تدخلوا الفيديو الثاني لانه هذا مرتبط بالفيديو الثالث. علاش ما وصلكمش؟ اللي كانت عندنا واحد الكلمه كتكون من 3 الاحرف هي اللي حبست الفيديو باش ما ينتشرش، ورجعت في 24 ساعه وقيتها بانها خاصها تحذف، حذفتها وعاود صححت العنوان. دابا الله يخليكم اخواني اخواتي باش ما نطولش عليكم، حاولوا تدخلوا فيديو رقم 2 راه مرتبط بهذا الفيديو رقم 3، راه فيه ما يتشاف وفيه ما يتسمع. اخوان اخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على لاشين ديال جوكو برو ماكس 2. اخوان اخوات غادي نعطيكم اليوم اللي غادي تسمعوا تفرحوا بزاف، كما كيقول المثل ديالنا اسمع وشوف وما بين الحق والباطل غير 4 اصبع. اخوان الاخوات نهضروا على المدرب ديال المنتخب السنغال اللي هو باب تياو. هاد باب تياو سبحان الله جاء الشرفاء ديالنا وكلوا شرب ونعس في الوطولات ديالنا وكان خيرنا، ولكن كنقول لك بهذا المثال غيرقد لي في الركابي. علاش؟ هاد باب تياو الجمهور ديال السنغال كما كنقولوا دار فيه على هادشي اللي دار، حيت هو مشهور بانسحاب ومشهور بزاف بهادشي ديال التطفلات على الملاعب وعلى المنتخبات وعلى الفرق. هاد بابتيو راه كان عندنا حنا في المغرب كيرتضي السورفيت كما كنقولوا ديال المنتخب الوطني المغربي، وكان هنا عندنا في المغرب وخا الدبلوم ديالنا. شوف هاد السيد هذا خبر انا نعطي لك حصري، خا الدبلوم من عندنا وكان تبارك الله كيتصنتوا ليه الناس العمالقه ديال المدربين، منهم الزكي الله يطولنا في عمره، ومنهم فتحي جمال الله يجازيه بخير، ومنهم السي الطوسي. وكان هو كيتصنت وكيسمع المرتدي الزي ديالنا الوطني، وشوف اش تمر فيه واش خرج فيه. دابا ملي شاف راسو غادي يتعزل، ونقول لكم راه غادي ياخذ واحد العقوبه ديال 5 سنين ما غيبقاش يبان في الميادين. جوكو برو ماكس راه كيعطيكم المصادر موثوق منها، 5 سنين ما غيبقاش يبان لينا الطاب تياو. ها وحده الشرفاء راه هزو كفوفهم، راه وصلتهم المصيبه اللي غتوصلوا. ثاني حاجه انا الجمهور دار فيه دابا راه كيقول لك نهار الحد 17 ماي كما كيقولوا جميع مواقع التواصل الاجتماعي بانه عنده واحد ندوه صحفيه بغى يبرئ راسو، بغى يقول اشنو طرا ليه واشنو وقع ليه وشنو الضغوطات اللي طرات ليه باش دار هذا الانسحاب. حنا كنقولوا ليه حتى حنا هضرها مع نفسك، حنا عارفين اش طرا واش وقع، حنا اهل الدار وما تحتاج تجي تقول لينا. راه المغرب هذا راه المملكه المغربيه الشريفه، عارفين شنو طرا وعارفين شنو وقع، والكاس ديالنا غادي يدخل المغرب وغنحتفلوا كلشي غادي يدوز بخير ولا خير. ولكن اللي ما عرفتوش اخواني اخواتي بان الجوكر قلت لكم كيبحث في مواقع كبيره عالميه باش كيجيكم الاخبار. كلشي كيسمع بان بابتيو غادي يدير واحد الندوه صحفيه نهار 17، ولكن ما كاينش اللي يعطيكم المكان. نعم ما كاينش اللي يعطيكم الموقع والبلاصه فين غيكون. انا غنعطي لكم باذن الله تعالى جل وعلا في علاه البلاصه اللي غادي يكون فيها، غيكون الاجتماع ديالو. هاد بابتيو واحد المحج او ملتقى مشهور عندهم كيهضروا عليه بزاف هاد الناس ديال السنغال اللي غادي يكون فيه، سميتو VDN. هاد الملتقى مشهور طريق الناس على الازدحام، مشهور محز، ما غيكونش واحد الاذاعه، غيكون في واحد المكان بحال قلتي ترفيهي مطعم او شيء من القبيل. باش تعرفونا كنبحثوا باش نجيبوه. ومعاش غيكون هذا الاجتماع مع 11 الصباح جي تي ام ديالنا حنايا التوقيت المغربي 11 الصباح غيكون هاباتيو نهار الحد، لان الجمعه عندنا 22 في الشهر، السبت نهار الجمعه تكون عندنا عفوا 15، والسبت الحد غادي يكون عندنا هذا اللقاء ديالي اللي هو غادي يهضر فيه بزاف وغيبرئ راسو بانه غيقول فيه بزاف الاشياء وحنا في غنى عنه. باش تعرفوا الاخوه الاخوات اللي بغى يتصنت غادي يبحث غادي يلقى 11 الصباح نهار الحد غيكون هذا الاجتماع ديال بابتيو. حنا في غنى عنه باش نسدوا هذا الموضوع. غيبين لكم حنا كنبحثوا نعرفوا المكان والزمان والتوقيت. اما جميع مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيهم قال لك غدو واحد الاجتماع نهار 17. موقع جبتو لكم هنا في واحد المحج معروف وكيدوروا به غير المطاعم ولا الفنادق وداك الشيء،
غيختار واحد المكان اللي غيكون فيه هو، وغيديروا مع واحد الندوه الصحفيه مع 11 ديال النهار، نهار الحد بتوقيت غرينيتش. حنا هنا حيدنا. اخوان الاخوات غادي نمروا ان شاء الله كما شفتوا في العنوان البوادر ديال كاس افريقيا ديال 2025 كما قلتها لكم بدات كتبان. والغريب ماشي الغريب والعجيب والزوين بان بدات كتطرز النجمه الثانيه. نعم جوكو بروموس غادي يوريكم ان شاء الله بحول الله النجمه الثانيه بدات كطرز في التوني ديال المنتخب الوطني. يعني هذه كواليس زوينه وتكون مخفيه وما بيناش، لان الى علمات المحكمه وعلى الناس على انتصار بان حرجنا على كاس افريقيا، راه يمكن هاد جوج نجمات غادي نمشي بهم ان شاء الله لكاس العالم في ميريكان. هذه وحده. المنتخب الوطني المغربي مشكور، ومشكورين الناس مسؤولين عليه، ومشكورين الناس ديال الامريك اللي عطاونا واحد المدينه المناخ ديالها كتشبه المملكه المغربيه. عارفين المغاربه كيفاش عايشين في افريقيا، يعني في المملكه المغربيه الناس واللعابه ديالنا كاين اللي في السبليون، كاين اللي في ايطاليا، كاين في بلجيكا، كاين اللي في فرنسا، وعارفين المناخ. عطاونا مدينه سميتها نيو جيرسي. هاد نيو جيرسي قريبه الملاعب كبيره غنلعبوا فيها. كاين ملاعب كيهز تقريبا 82500، كاين اللي كيحمل 69000 وشي حاجه، كاين شي حاجه، وكاين اللي كيحمل 62000، كاين شي حاجه من الجماهير. يعني مشكورين هاد الناس المسؤولين ديال المغاربه ولا الناس ديال الامريك اللي عطاونا واحد اللوطين، احسن لوطين واحسن مكان لقريب لجميع الملاعب. هنا مشكورين. الاخوه والاخوات كما شفتوا ولا غتشوفوا في الفيديو اللي داز قبل، هضرنا على الشغب والميادين وكيفاش كان الفصل 507 كيفرض نفسه، وكيفاش واسينا وسادنا الامهات والاباء اللي هما عائلتنا، وكيفاش كان نقولوا مع نفوسنا بان هادشي ما خصوش يتكرر، وكيفاش الحمد لله شكرنا لخوتنا الشباب والشابات رجال الامن اللي تابعين المديريه العامه للامن الوطني اللي كيترأسها السيد الفاضل السي عبد اللطيف الحموشي. من هذا المنبر اللي كنقولوا ليه بارك الله فيك على هذه الانجازات اللي كنسمعوها داخل المغرب وخارج المملكه المغربيه. كنقول ليه حسك واصل. من هنا كنقول ليه استمر بارك الله فيك، والله يرحم الام ديالك من هذا المنبر ويجد عليها الرحمات. اخوان الاخوات كما كتعرفوا بان كاين نهار 13 الاربعاء غادي يكون كاس افريقيا لاقل من 17 سنه. نعطيكم تقريبا اش كيقول الناس والسيت والعلماء والخبراء على المنتخب ديالنا باش يدي كاس افريقيا، وحنا كنقول لكم واحد 90 حتى 99 غادي يكون كاس افريقيا. الناس الخبراء ديالنا اش عطاو؟ الناس قال لك بان المنتخب الوطني المغربي اقل من 17 سنه بحكم ديالو الداوز والحكم اللاعب في بلاده والجمهور عطاونا ما بين 30 حتى 40% بان غنديوه. هذا المغرب. شكون اللي تابعنا؟ المنتخب السنغالي اللي عطونا ما بين 20 و 25%. اذا المغرب 30 حتى 40% باش يدي الكاس. تابعوا رقم جوج المنتخب السنغالي تقريبا ما بين 20 و 25%. تابعوا المنتخب المالي عطاو 15%، وعطاو البوركينا فاسو 10% حتى 12، وعطاو لا كوت ديفوار ما بين 8 حتى 10. هذا ما يتعلق بكاس الامم الافريقيه ديال اقل من 17 سنه. الاخوه الاخوات كما كتشوفوا تبارك الله السي قجع نال المرتبه الثانيه. يعني الرئيس هو الاول افانتينو، تبعوه هو النائب ديالو. الوغ الحمد لله كنقولوا المرتبه الاولى بطبيعه الحال. هنا اول تجربه في الكاف، وهي الكاميرا اللي كتوضع على الصدر اللي داروها خرجوها، وكانوا كيخرجوا اي قرار او هي تقرير او شي حاجه جديده كيديروها في تقريبا في البطوله العالميه. حنا الحمد لله اول كاميرا او تجربه جرات في القاره الافريقيه وتجرات في البطوله الوطنيه المغربيه. هنا مشكورين، مشكور السي فوزي القشع، مشكور افانتينو، مشكورين الناس ديال الفيفا، شكرا لهم على هذا الشيء اللي كيديروا. الكره ديالنا كتزدهر بكل حال. الاخوه الاخوات ما تنساوش كما قلت لكم شهر 6 و 7 راه غادي يحتفلوا بكاس افريقيا للامم الى علنات عليه المحكمه، حيت القرار ديال التعني خصو واحد السنه. ولكن حنا جينا في الصيف كتعرفوا الناس ديال اوروبا. انا نقولها لك واخا نقول لا بيرمانونس كتكون الا وصل 31 شهر 7 راه كياخذ واحد الكونجي حتى ل 21 شهر 8. الا ما تعلنش التحكم لينا في شهر 6 و 7 راه غادي نجروا شهر 8 ملي غادي يدخلوا غادي نعلوا عليه. يعني في الصيف غيكون لنا التقرير. ولكن تبارك الله راه مشى الملف ديالنا نهار 7 ماي
مشات فيه 40 صفحه، يعني 40 باج تبارك الله باش يتعلن بواحد السرعه، وانا كنحس بها بان غادي يتعلن قبل ولا تعلن لينا. خصنا نعلقوا جوج نجمات باذن الله ونمشيو بهم لامريكا في كاس العالم. هذا المحور ديالنا، وغادي يبقى غير الكاس والميداليات، حفل تشكيلي ان شاء الله بحول الله حتى نجيو من كاس العالم. كنتمنى الاخوه والاخوات عن محكمه 16 تعلن لنا قبل باش نعلقوا جوج نجمات، ولكن مع الكواليس استغفر الله العظيم والبحث انا بات ليا وكنضحك سمحوا لي النجمه بدات كتطرز في التون الجديد ديال المنتخب الوطني المغربي. غادي نوريكم باذن الله. اخوان الاخوات ما تنسوش باش تدخلوا لينا، الله يجازي بكم، الله يجازيكم بالخير، دخلوا لنا رقم 2 الفيديو باش تشوفوا راه مرتبط بهذا. حنا راه كنواسيو العائلات الشغب، كنتمناو الانسان او الشباب اللي بغى يمشي يتفرج بواحد الجديه والمصداقيه، يبعد من هذا الشغب ديالنا. اما بزاف كاين ما يتقال وكاين بزاف ما يتحاور. حنا غنواكبوا معكم ان شاء الله كاس افريقيا قبل 17 سنه. على ذكر المنتخب الوطني الاول اللي غادي يمشي، المنتخب اللي غادي يمشي الميريكان، كاين بعض الناس وبعض الشباب كيقول لك لا ايوب بوعدي بانه راه غادي يمشي غادي يلعب. راه ما غاديش نقول لك بكل صراحه، راه السي وهبي سي مدرب لونطرينور كبير. راه ما يمكنش حنا كجمهور كنهضروا واحد اللاعب خصنا يكون في ميليو تيرا راه مع هذا الفريق ودار في هذا الفريق وماركا في هذا الفريق وعطي الكره وكيعطي لي باس، راه غادي نجيبو وغندخلوا تيتيري المقابله الاولى. هذه راه ما كايناش. غتقول لي علاش جاكو برو ماكس؟ لان المدرب عنده حرمه ديالو، عنده قيمه ديالو. اي لاعب كتجيبو يسوى الملاير تشريه 100 مليار يكون ماركي بيت في ثانيه، وملي كيدخل داك الفريق او المنتخب ضروري باش كيزور دكه الاحتياط. هذا قوانين الرياضيه من عند المدرب والمكتب، يزور دكه الاحتياط وكنطعمو بشويه بشويه. حيت انا لا جبت مثلا بوعدي ولا جبت لامين يامار ولا هادشي ودخلتهم في المقابله، ما كتبقاش قيمه عند المدرب ولا عند المكتب ولا عند الجامعه ولا حتى شي حاجه. الانسان كيدخل كنبدا نطعم فيه في الشوط الثاني نص ساعه ولا ثلث ساعه ولا ربع ساعه بشويه كنطعم فيه. امتى كندخلوا تيتيرو مقابله كامله؟ ملي كيكونوا عندي مثلا 3 المقابلات بحال في كاس العالم وخسر شي فريق ولا تخسر المنتخب، كنضطروا داك اللعابه اللي جبناهم اللي كيهضروا عليهم الناس غندخلوهم في المقابله الثانيه. ولكن الا ربحتي في المقابله الاولى او تعادلتي راه غتحتشو المدرب يشوف بيتي يدخل في لا دوزيام ميطون. اما باش تجيبوا لينا ودخلوا لا بروميير ميطون راه ما كايناش. هادي باش نقول لكم اخوتي، المنتخب الوطني غادي يلعب بنفس التشكيله اللي كان عرفناها في الاقصائيات. ودابا راه عندهم مقابله في 26 مايو، عندهم مقابله في 2 شهر 6. غير نوضح لكم، لا بوعدي ولا اي واحد غادي يجي غادي يزور دكه الاحتياط وكاع ما راه غادي يطلع البونتيش يتفرج. راه ما تقولش لي بان عندي 18 لعاب لعب معايا مده طويله غنحيد ونضيف هذا. اخوان الاخوات اللي رجال المنتخب الوطني مرحبا به، باش نعطيكم فكره مرحبا به باش يدخل تيتيلي الماتش كاميرا ما كايناش. هادي والدليل قدامكم ولا حين الله راه غادي نتفرجوا. جابوا عدي ولا جا اي لاعب مع احتراماتي ليه، مدرب عنده كاريزما راه غادي يدخل اللي كيشوفهم قدام ولعبوا بزاف. وما تجيش انت غير هضر عليك الجمهور ولا حولناك من هنا لهنا وتجي تدخل مع 11 الاولي، راه هذه ما كايناش. باش يقولك لا علاش ما دخلش الاخوه الاخوات اللي جا جديد لابد غيبقى في بونتوش. هذا ما كان الاخوه الاخوات. نتمنىكم تصعبوا ونتمنىكم تكونوا على درايه. اخوه الاخوات هذا ما كاين في هذا الفيديو، هضرنا شويه حيت باقي الجديد ما كاينش. هي الجديد اللي جبتو لكم وهو انا غنوريكم الصور بان النجمه بدات كتطرز لينا في القميص المغربي. وهذه راه بادره، هذه بادره كبيره باننا راه خدنا كاس افريقيا كما قلتها لكم. وقلت لكم في افريقيا باننا ننفذ، وقالوا لي الشباب والشابات اللي معنا في القناه جزاك الله خير بارك الله فيكم بان فينا هو الكاس. الكاس ضعنا في شهر 1 هو موجود دابا، يعني بيني وبينك شحال 6 شهور 7 شهور ها هو كاين غادي يجي في الخزينه.
مادام بدات كتطبع راه بادره خير، يعني في الكواليس وكلشي ساكتين. مادام كتطرز النجمه راه حنا كنحس بها، وباقي غادي نبحث 75% اللي عندي، مازال غادي نبحث باش نوصل 99 ولا 100%. واش غندخلوا بالتوني بالقميص في كاس العالم ان شاء الله. اخوان اخوات كنشكركم بزاف على هاد الفرجه ديالكم معايا، كتخليو فيديو كامل. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بالخير، الله يكبر بكم. حاولوا نمشيو واحد جوجكا ل 2000. الله عندنا دابا واحد 1200. بارك الله فيكم اخو اخت وام واب، الله يجازيكم بخير. حاولوا نمشيو جوجكا، الله يكبر بكم 2000 ونحتفلوا. حنا مازال كما كيقولوا على باب الله راه ريال باقي ما جاناش، وباقي ما تحققش لينا الادسنس. حتى التليفون رقم هاتف ما تقبلش لينا. لا عنده شي فكره اخوان الاخوات يقولها لينا كيفاش نحاولوا الادسنس نتعاملوا معاه من ناحيه الهاتف. جربنا جميع الشبكات، لا اتصالات لا انوي ولا اورانج ومازال. اخوان الاخوات حنا الهدف ديالنا باش نوصلوا لكم، نكونوا عائله، نوصل لكم الاخبار كما هي من مصادر موثوقه. ما كناخذوش مواقع التواصل الاجتماعي نبحثوا، لانكم نتوما تستاهلوا البحث. بارك الله فيكم. الخوت البارطاج، تفرج في الفيديو حتى الاخر، خليه حتى تفرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي كامله في اليوتيوب وداكشي. جيو الفيديو ديالو خليه يكمل باش تمشي الساعات. الله يكبر بك، حيت دابا راه 5 شهور تقريبا، ما بين 4 شهور ما جيتش ما بنتش لكم. ونتمنى خذ الله يكبر بكم البارطاج والتعليقات، نوصلوا هذيك الجوج. الله يرحم لكم الوالدين. الاخت ندعي معكم واحد جوج واحد 30 ثانيه. اللي ما مجوجاش الله يسهل عليها، واللي ما ولداش الله يجيب لها شي وليد. الاخ اللي ما خدامش الله يخدمو، المراه اللي ما مشاش الحج العمره الله يديها العمره والحج يا ربي امين. الراجل اللي مريض الله يشافيه، الوليدات اللي وقعوا في المشاكل الله يطلق سراحهم. احنا عائله وحده، كنشكركم لان كتفرجوا فينا في البيسي في الطابليت على الهاتف الشاشه الصغيره. الله يرحم لكم، الله يرحم اللي مات. وراه انت يا امي اللي كتفرجي فيهم، انت اللي كتفرجي اب ديالي، وانت اللي كتفرجي راك خويا، وانت اللي كتفرجي فيها راك اختي. الله يجازيك بخير. ساعدوا هذه القناه جوكو برو ماكس راه على باب الله. بارك الله فيكم جزيل الشكر والخير الكثير كثير كثير. راه عندي واحد 1200 ولا 1220 ان شاء الله. راه نجمع كامل هذيك 1200 ريال ولادي، راه غنخرج عاوتاني صدقه سعدات ليك. الا جا فيك انت ريال مزيانه، غير تعاون مع خوك وصلوا لجوجكا. حنا غاديين الله يكبر بكم غير بكم. اخوان اخوات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى نهار كيقولوا نهار الخميس، ونكون معكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش تفرجوا في الفيديو رقم 2 باش ترتبطوا بهذا الفيديو رقم 3. كان معكم جوكو برماكس 2.